اللي حصل بعدها إنه بقى واحد من أكبر الألغاز المحيرة في التاريخ. دي مش قصة اختفاء عادية، ده لغز تابوت الإسكندر الأكبر. تخيل كده معايا إنك أعظم قائد عسكري فتحت نص العالم وأسست واحدة من أكبر إمبراطورات البشرية، وكل الحضارات كانت بتهابك وبتعمل لك ألف حساب، لكن لما تموت محدش يعرف جثتك راحت فين. دي مش قصة اختفاء عادية، ده لغز تابوت الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر مات سنة 323 قبل الميلاد، يعني كان عمره وصل ل 32 سنة بس. وقتها كانت إمبراطوريته ممتدة من مقدونيا لحد حدود الهند، وكان العالم كله منتظر يشوف مثواه الأخير هيكون فين. اللي حصل بعدها إنه بقى واحد من أكبر الألغاز المحيرة في التاريخ. فين جثة الإسكندر؟ وليه محدش شافها لحد دلوقتي؟ وهل تابوته اتعبد فعلا زي ما بيقولوا؟ ولا اتدفن في مكان ممنوع إن احنا نعرفه؟ الإسكندر مات فجأة في بابل، واللي هي أصلا دلوقتي محافظة من محافظات العراق، وحصل جدل كبير جدا حوالين سبب موته. في اللي بيقولوا إن هو اتسمم عن طريق أقرب الناس ليه، وفي اللي بيقولوا إن مات بحمى التيفود أو الملاريا، وفي رأي طب حديث بيقول إنه كان عنده متلازمة اسمها متلازمة غيلان باريه، ودي بتخلي الشخص يفقد الحركة وكأنه ميت. والمتلازمة دي هي اللي بتفسر لنا سبب تأخر التحليل بتاعه بعد الموت. وحسب المؤرخ أريانوس، جثة الإسكندر ما بقتش تتحلل إلا بعد أيام من موته، وده زاد الغموض أكتر حوالين قيمته الدينية وسبب موته. بعد موت الإسكندر المفروض كان جثمانه يروح مقدونيا علشان يدفن في مسقط رأسه، لكن القائد بطليموس الأول كان ليه رأي تاني. بعد ما استولى على حكم مصر قرر إن هو يسرق التابوت في الطريق. وهنا قال المؤرخ ديودور الصقلي إن بطليموس الأول استولى على الجثمان ودفنه في مصر، وده كان تكريما للإسكندر وتعزيز شرعية بطليموس علشان يتقرب ويتودد لرعاياه. اتقال إن بطليموس الأول حط التابوت في سرداب خاص في اسكندرية، وده علشان يحفظه، واتبنى على مكان دفنه ضريح اتسمى بالسومة، والسومة دي كلمة يونانية معناها ضريح أو نصب تذكاري، بيتعمل علشان يبقى مكان للزيارة والتقديس. ودي ما كانتش مقبرة أو ضريح عادي، ده كان معبد للإسكندر اللي اتعبد قبل كده من فترات من الزمن. المؤرخ استرابو قال إن الضريح أو المعبد ده كان موجود في وسط المدينة، وكمان بعض المؤرخين قالوا إن القيصر أغسطس شاف جثته في الإسكندرية، وده بيأكد الكلام إن هو موجود فعلا في اسكندرية. ولما شافه قال: رأيت الرجل ولم أقترب من جثته احتراما. وفي عصر الإمبراطورية الرومانية كان الضريح ده مقصد للحجاج والملوك وحتى كمان الفلاسفة. لكن بعد القرن الرابع الميلادي اختفى ضريح الإسكندر من السجلات فجأة وبدون أي أثر، وكمان من غير أي شهود. اتقال إن الزلازل في اسكندرية كانت عنيفة جدا، وده السبب اللي خلى المدينة تغرق أكتر من مرة. وفي القرن الثالث الميلادي اتعرضت اسكندرية لنهب كبير، كانت بتمر بفترة فوضى كبيرة بسبب الصراعات الداخلية داخل الإمبراطورية الرومانية، وساعتها اتعرضت المدينة لموجة من النهب والتخريب الشديد. مؤرخين كتير قالوا إن المعابد والأضرحة في الفترة دي اتنهبت واتدمرت بالكامل، وده بيفسر لنا إن هم ممكن وقتها يكونوا اقتحموا ضريح الإسكندر وسرقوا التابوت، أو حتى اتدفن واختفى وسط الأنقاض. في نظريات بتقول إن كانت المعابد المصرية القديمة واللي كانوا وقتها لسه بيحتفظوا بولاهم لرموزهم الوثنية القديمة خافوا من تدنيس الجثة بسبب انتشار المسيحية والصراعات السياسية الموجودة، فقرروا إن هم ياخدوا التابوت ويخبوه في معبد فرعوني قديم، وقالوا برضو إن هو اتدفن في سراديب محصنة. والبعض بيقول إن الضريح الحقيقي للإسكندر مدفون وموجود في أحد المعابد الموجودة في صعيد مصر دلوقتي. معروف إن اسكندرية تعرضت لزلازل كتير، أخطرها كان زلزال سنة 365 ميلادية واللي غرق جزء كبير جدا من المدينه. الضريح اللي كان موجود في قلب المدينه وقتها اتقالوا انه اتدفن في الغالب تحت الميه او تحت الانقاض اللي اتراكمت بسبب الكوارث والزلازل الكتير. بعض الباحثين زي الدكتور جاك اف امبراي قال ان احتمال كبير يكون التابوت موجود تحت مسجد النبي دانيال او في حي كوم الدك، لكن الحفريات لحد دلوقتي ما اثبتتش ده بشكل نهائي. هل تابوت الاسكندر اتعبد فعلا؟ وفي مصادر كتير بتأكد ده، وكمان في ناس يوناني بيقول إن تابوت الإسكندر اتعبد وكان كالإله، وتابوته صار مقدسا لأن بطليموس نفسه بنى معبد باسمه، وده اللي خلى البعض يعتقد إن اختفاء الجثة كان بقرار ديني بحت. وبعديها حصل محاولات بحث كتير، أكتر من 140 محاولة رسمية تمت في اسكندرية بس، وده كله علشان يلاقوا التابوت. عندك مثلا في القرن ال19 الباحث محسن باشا حفر حوالين مسجد النبي دانيال وفضل يدور، ولكنه في الآخر ما لقاش حاجة. وسنة 2018 وزارة الآثار المصرية أعلنت إن هم اكتشفوا تابوت جرانيت ضخم، وده كان في منطقة سيدي جابر،
وبعد بحث كتير وتدوير ما طلعش برضه الاسكندر. وفي روايه تانية بتقول ان التابوت اتنقل لمدينه اورشليم كنوع من الاخفاء الديني، لكن برضه ما فيش اي ادله على ده. وفي فرضيه تانية بتقول ان الفاتيكان عنده نسخه من التابوت او بقايا منه، لكن الكنيسه ما بتصرحش بحاجه زي دي. وفي البعض قال ان تابوت الاسكندر الاكبر هو نفسه تابوت النبي دانيال اللي اتنقل من ايران للعراق، وكانوا بيزوروه لفتره كمقام. لكن الروايه دي بالذات مرفوضه عند اغلب المؤرخين ومفيش اي دليل عليها. في العصر الاسلامي بعض المؤرخين زي ابن كثير والطبري قالوا ان الاسكندر الاكبر هو ذو القرنين، لكن ابن تيميه وابن خلدون رفضوا الفكره تماما وقالوا ان الاسكندر اصلا كان وثني. ازاي واحنا مذكور عندنا في القران ان ذو القرنين راجل مسلم وموحد بالله؟ وده يثبت كلامهم اكتر من اللي قالوا ان هو كان هو ذو القرنين. ورغم كده كان في تشابه بين اوصاف الفتوحات ونهايه العالم. كل الادله بتقول ان التابوت لسه موجود، بس مدفون تحت مدينه اتغيرت معالمها مع الزمن، او ممكن يكون في متحف او مكان محظور الوصول ليه. رغم كل الابحاث والسنين اللي مرت دي، تابوت الاسكندر الاكبر لسه لحد دلوقتي محدش لاقيه. ولو لقوه مش بس هيبقى اكتشاف اثري، ده هيقلب مفاهيم التاريخ كلها. قصه الاسكندر زي اي قصه تاريخيه اتحكت لينا وحوروا فيها زي عادته، لحد ما بقت أسطورة لا تصدق ولا تنسى. لكن هل فعلا بقى ده كان حقيقي؟ الله ورسوله أعلم. هل في ما يثبته أو ما يستدل عليه؟ الله أعلم. برضو إحنا لسه ما نعرفش. ما تنساش تتابعنا وتفعل زر الجرس وتدوس لايك وشير، ولو ليك رأي عن الإسكندر الأكبر ومحتاج تقوله يا ريت تسيب لنا في الكومنتات. ولو أنت حابب إن أنا أحكي لك عن قصة معينة يا ريت تقول لنا برضو في الكومنتات. وبس كده يا قائد، ودي كانت صفحة وقفلناها من برنامجكم صفحة من كتاب التاريخ.